انتقل إلى رحمة الله تعالى وليد خالد لاعب منتخب العراق للتجديف بعد معاناة طويلة مع المرض. وليد خالد لاعب المنتخب العراقي للتجديف حاصل على بطولات وميداليات، كان مصابا بالتهاب الكبد المناعي وتليف قنوات الصفراء. وضعه الصحي كان متدهورا جدا، وكان يحتاج إلى زراعة كبد بأسرع وقت. وكان قد نشر أحد الأطباء في وقت سابق عبر صفحته في الفيسبوك عن إصابة لاعب منتخب التجديف وليد خالد بالتهاب الكبد المناعي وتليف قنوات الصفراء. وأشار أخصائي الأورام والغدد إلى عدم استقرار وضع اللاعب الصحي والحاجة إلى زراعة كبد بأسرع وقت ممكن، ووضعه الصحي صعب للغاية. وعلى ضوء ذلك أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة تبني رئيس الوزراء علاج لاعب التجديف وليد خالد جبار رحمه الله، وجعل مثواه الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.